يما. ايه يما يعني ايه فريك بكبد وقوانص؟ يعني ايه؟ يعني ايه الوصفه الصعبه قوي علينا دي؟ انا ما باكلش كبد وقوانص، وليه اكلها؟ ليه اكلها بالفريك؟ يعني ايه البرغل الاكل بهوات؟ ولا بهوات ايه اللي بهوات؟ انت مش فاهمك يا بنت، انت مش فاهمك. ما بيعجبهمش حاجه، ولا عاجبهم العجب ولا الصيام في العجب، براحتهم. هو ده اللي عندي. اصحى ماما هتعملي ايه النهارده؟ هعمل المدفونه. يعني بالله عليكم يا جماعه، يعني قناتي ما يبقاش فيها الحاجات دي كلها. يبقى فيه المدفونه والمقتوله والمخنوقه. بتعمل حاجات فظيعه قوي. والله العظيم الفريك في منتهى سؤال الجمال. يا امي. ما بيفهموش. سؤال. الرز مثلا والفاصوليا اثروا معاكم في ايه؟ بس انا مش. صينيه بطاطس طب اثرت معاكم في ايه؟ سؤال، وانا كل يوم هسوي رز فاصوليا صينيه بطاطس يعني؟ ده حاجه عجيبه. والكبد والرز كلها بلدي والله العظيم. الكوكو. هو في كبد وقوانص مش بلدي؟ ما كلها بلدي. لا، في فراخ بيضاء. ما بيعجبهمش اي حاجه، ولا البسبوسه ولا اي حاجه. الاكل ده لو عندي ناس بتصون النعمه كان زمانه كله اتنسف. على فكره والله العظيم كان كله اتنسف. انا عايزه اقول لكم الناس بس لما تبقى براحتها، البيت كله معترض على ما انا بتحترم. بقول لك هي كده. هي تصحى من النوم هتعملي ايه يا ماما النهارده اكل؟ هعمل مدفونه. مين يا ماما ياكلها؟ هعملها. مش انا ما اكلتوها. ما اعمل لهم اكله بيحترضوا عليها، مش فاهمه ليه. امي قولي لي كده اشهر الوصفات المغذيه. والله العظيم ما بتفهم. قولي بس. الرز البسمتي احسن الاكلات. حلو ده. ما فيهوش نشويات. طب حلو. الفراخ المشويه، البانيه المشوي، حلو. الستيك، كل ده حلو. ما بياكلوهوش. لا باكله. بس ايه اللي يخليك يومي تعملي فريك؟ الفريك والله الفريك جميل واكله شياكه. طب من يومين ايه اللي البرغل حلو جدا. برغل. طب ايه المدفونه اللي بتعمليها؟ البيض المدفون. انت بتعملي حاجات مدفونه. مدفونه وكل حاجه. ما بيعجبوش. نكتب ما عملش محاشاه. رز معمر، مكرونه بشاميل. ايه؟ لا، ما القناه لها حق عليا برضه، ومتابعيني لهم حق عليا. متابعيني بيحترموا الاكل وبياكلوه، لكن انتوا ده ايه ده؟ حلو البرغل. وايه يا ماما هتعملي النهارده ايه؟ هعمل المجدره. بكره هنعمل ايه ده؟ كوبيبه. بكره هنعمل كوبيبه. كوبيبه حلوه. ايه المجدره دي؟ ايه يا ماما؟ سؤال يعني ايه المجدره دي؟ عايزه بس اقول لكم على حاجه يا جماعه، لو انتوا متابعيني. حد كتب لي في فيديو القرنبيط ده، أنا نفسي اكلها من بكره نصورها لكم. ده مين اللي بتقول؟ يعني انا جوزي اما يقول لي مثلا ياسمين في، اقول له امي عامله مجدره. ايه مجدره دي؟ انا عمري ما سمعت عنها. العدسه والجبه انت خالص ما بتفهموش، عشان كده ناقصين فيتامين وناقصين انا كالسيوم معترضه. وناقصين كل حاجه. انا معترضه. وهدى ومحمد. عارفين بعد ما كلامك، كل ما اقول لحد عامله طاجن فريك بالكبد والرز مش عايز عيالي مش عايزين ياكلوه، ابعتوهولي انا اولى، عشان انا باكل. حد ياكل قرنبيط وبيض؟ لا، انا عملت قرنبيط من غير بيض. انا عامله قرنبيط من غير ياسمين بيض. المجدره اطيب اكل. انتوا. ما تعملي انت لجوزك، ما تخليكي انت في نفسك. اما ادوم حله محشي، ادوم حله بسله، حله رز ولحمه مسلوقه. حاجات غريبه يا ماما والله. يا خرابي، وصفه من دول مليون اكله كل يوم. انا بدي باللحمه المفرومه، كنت محترضه عليه، كانت تاكل ولا لا؟ انا قلت لك ايه؟ طيب انا قلت لك ايه؟ يا حاجه فاطمه المعترض ياكل نفسه. يا حبيبتي، عسل يا قلبي. اكل كوري.